مرحبا، يعطيكم العافية. بدي أعمل معاكم خبز الشاورما أو خبز السوري، مسمياته يعني. تعمليه بالبيت، خطوات سهلة وتاخدي نتيجة مرضية إن شاء الله. عندي طحين متعدد الاستخدام، عبارة عن مثلا كيلو، الكمية اللي انت حبها. أنا عملت كيلو، عليه ملعقة صغيرة من السكر، ملعقتين كبار من الخميرة، ورشة ملح ومية دافية، وبعجنهم بهاي الطريقة. العجين بالبيت لو فيك أول تجربة أنت إلك وتلبكت فيه، بتضيف المية تدريجيا وبتعجني شوية شوي. حسيت العجينة كلها التمت ومش قادرة تعطيها الشكل الأملس واللين، بتنظفي ايدك من العجين، بتغسلي ايدك، بترجعي لها، بتكون هي ارتاحت شوية العجينة، وبترجعي بتعجنيها، بتعطي الشكل الأملس والليونة في العجينة. بس هي بدك تحط المي تدريجيا علشان ما تزبط يعني معاكي ويكون عندك قلق. هي أول تجربة عشان أنا بنوتي يعني أول مرة عجنت، فبعطيكم هاي الملاحظات كأول تجربة. بعد عزيزتي ما هيك عجنت وحسيت العجينة التمت معاي، نظفت إيدي بهذا الشكل، وبغسل إيدي وبرجع بلاقيها هيك على طول بتلتم وبتصير لينة وملسة وما شاء الله. بعد عزيزتي ما تكون بهذا الشكل، نتفة يعني ملعقة صغيرة من زيت الذرة أو زيت الزيتون، وبإيدي بعجن بهذا الشكل، بتصير طرية ولينة وتمام. بغطي العجينة عزيزتي وبخليها ترتاح 5 دقايق وبأكورها بهذا الشكل. باخد قطعة من العجينة وبشكلها بإيدي بنفس الطريقة هاي، وحجمها مثل طابع الصغيرة أو قد ما تكون ضمت إيدك، يعني مش صغيرة مش كبيرة، على قد هيك ما تضمي إيدك هيك تكون حجمها مناسب. وبعدها عزيزتي بغطيها ترتاح 5 دقايق، وبرجع علشان أرقها بهاي الطريقة. شوية طحين على الرخامة، وببدأ أرق بشكل مستدير، يكون معايا رغيف مستدير وسمكه 1 سنتي، يعني مش كتير خميل ومش كتير رقيق، يكون يعني مناسب. بعد عزيزتي ما أرق الكمية اللي طلعت معايا، برتبهم على قطعة قماش وبغطيهم وخليهم يرتاحوا 10 دقايق. بعد ال10 دقايق بدنا نشوف الخطوة الثانية. الخطوة الثانية أكيد عزيزتي طريقة الخبز. عندي جريل أو طاسة، بأحطها على النار بالأول تكون عالية لحد ما يسخن معايا المقلة أو الطاسة أو الجريل اللي بدي أخبز عليها. وبعد هيك بخلي النار وسط، بضيف الرغيف وبضلني أقلب فيه عشان يتوزع الحرارة وينفخ معايا بهذا الشكل عزيزتي. كتير بيكون طري وطعمه زاكي وبيأكل، يعني هذا الخبز للمشاوي أكتر إشي بيكون كتير طيب، للشاورما طبعا لأنه اسمه خبز الشاورما، وللمشاوي أكتر إشي طعمته طيب بهاي الأكلات. طريقته بالخبيز نحط الرغيف كل شوية نضلنا نقلب لحتى الحرارة تتوزع بكل الرغيف. وبهذا الشكل عزيزتي خبزت كل الكمية وعجينة لينة
طرية، كتير يعني مشهية، وبحبوه الصغار والكبار، وما بتملي حتى لو أكلتيه هيك حاف. كتير كتير طعمته زاكي. أنا بصراحة دائما بأعمل نفس الطريقة وما بنزهق ولا بنمل من طعمه. إن شاء الله حوريكم فيديو كيف عملت منه الشاورما، أو كيف عملت منه المسخن. إن شاء الله فيديوهات جاية، انتظروني. ما تنسوني من صالح دعواتكم، وأتمنى تتفاعلوا أكتر بأكتر بالقناة. وإذا المحتوى بنال إعجابكم يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات وشو حابين أقدم لكم بالمرات الجاية. والسلام ختام.